من يتصور بأن الحرب القادمة بين الكيان وسوريا ستكون نسخة مكررة مما يحدث في لبنان أو في القطاع فهو لا يفهم جغرافيا المعركة ولا طبيعة الخصم. سوريا اليوم مختلفة، سوريا اليوم لا تقارن. الحدود السورية ليست كسواها، ليست جدارا محكما ولا سياجا حديديا يمنع الريح، بل بوابة واسعة على الشرق، على العراق، على إيران، على آلاف الكيلومترات لتدفق الرجال والسلاح بلا سقف وبلا حساب. السلاح لا يأتي لسوريا في صناديق سرية ولا عبر أنفاق تحت الأرض، ولا يحتاج وسيطا دوليا ولا رضا عواصم الرفض والممانعة الكاذبة. السلاح في سوريا يصنع أحيانا داخلها ويخزن في بطون جبالها ويستورد من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة. والمقاتل في سوريا ليس مجرد عسكري يؤدي الخدمة مقابل راتب شهري، ليس مجرد جندي يطيع الأوامر ثم ينسحب حين تشتد الضربات. المقاتل في سوريا يحمل بندقيته بعقيدة وينظر للمعركة كطريق إلى الجنة لا كمهمة مؤقتة. جيش سوريا اليوم ليس هو الجيش الذي عرفتموه في الستينات والسبعينات. لم يعد جيشا قوميا تحكمه المكاتب والبلاغات والشعارات الحماسية. اليوم هو جيش عقائدي مدموج بقوات رديفة وكتائب منظمة وولاء مطلق لخط سياسي يرى في المعركة مع الكيان وكل أذناب الكيان معركة وجود لا سياسة. سوريا صعبة لأنها لا تقاتل وحدها. سوريا صعبة لأن رجالها لا ينتظرون ضوء أخضر من أي عاصمة ولا موافقة من مجلس ولا شريط إخباري يدين ويستنكر. سوريا صعبة لأن كل صاروخ يقع على أرضها يولد 1000 مقاتل و1000 مشروع انتقام و1000 خطة قادمة. سوريا صعبة لأن جبهتها لن تغلق إن بدأت، ستفتح على امتداد الأرض من الجولان حتى التنف ومن البادية حتى جنوب لبنان. سوريا صعبة لأنها إذا قررت أن تدخل المعركة ستدخل بلا عودة وبلا حسابات ضيقة وبلا خطوط حمراء. كل شيء في سوريا قابل للاشتعال، البشر والشجر، الجبال، الصحاري، القفار. والسؤال وقتها لن يكون من بدأ الحرب بل من سيستطيع إطفاءها. بالضرورة تحقيق النصر، كما أن الانتصار في ساحة معينة لا يضمن النجاح في ساحة أخرى. قد تكون قادرا على بدء الحرب ولكن ليس من السهل أن تتحكم في نتائجها. فنحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز كل محاولات الكيان الإسرائيلي الرامية